مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني يا ريت الصوت يكون واضح، عشان انا النهارده كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم شويه. استنى كده نستجمع. طيب، انا كنت عايزه اتكلم معاكم في اليومين دول حوادث الانتحار كتير جدا، وللأسف الشديد كتير مننا بيبقى حوالين ناس عندهم اكتئاب وعندهم نوبة انتحارية وبيفكروا في الموضوع، فاحنا ما بنبقاش حاسين بيه او ما بنبقاش فاهمين ايه الموضوع. بنتجاهل لدرجة ان احنا اوقات بنهزر مع بعض لو هتموت خدني معاك. وده شفته على صفحات كتير ناس قريبة مني، يعني ده حاجة حابة اقولها لك يعني. تمام، واتمنى ان انت تكون تسمعني دلوقتي. طيب، ده غير ان كل واحد كل شويه يفكر يقول انا مكتئب، وهو مش عارف اصلا الحاله اللي هو فيها دي اذا كان هو مكتئب ولا زعلان ولا موقف حصل مأثر فيه ولا ايه موضوع. بس وكل شويه كل ما حد يبقى عنده عرض ولا اتنين يقول لك بس انا عندي اكتئاب. تمام كده. وللاسف ان في شويه امراض من ضمنها الاكتئاب هو اللي بيودي للانتحار. شباب كتير دلوقتي بتنتحر لما بنيجي نبص على الموضوع. بنشوف ان هم لا، حياتهم ممكن تكون كويسه. طب الناس دي انتحرت ليه؟ طب انا ليه كشخص ناجح ممكن فجاه انتحر؟ تمام. طيب نيجي الاول كده. طبعا اعراض مرض الاكتئاب ده انا مش هسترسل فيها كتير، عشان هي موجوده على النت اصلا، ممكن اي حد يخش ويقراها. تمام. بس انا هقول على حاجه، انت ازاي تفرق ما بين انك عندك حزن وعندك اكتئاب؟ اول حاجه ان الحزن ده بيحصل نتيجه حدث، يعني حاله وفاه، انفصال، حد عزيز عليك حصل له حاجه لا قدر الله، الكلام ده كله. تمام. فالحزن بيبقى حدث في الواقع حصل، فبالتالي انت كانسان طبيعي المفروض بتزعل، لان احنا بشر وكلنا بنزعل، فانت كانسان طبيعي المفروض بتزعل. طيب انت مدة زعلك وانهيارك والكلام ده كله، انت معاك 3 ايام خبط دماغك فيهم في الحيط، النهار يعيش كل حزنك. تمام. بس الحزن معاك ما يطولش عن 15 يوم. انا مش هقول ان هو يختفي، ومش بقول ان هو اثره ينتهي، لا. في ناس مننا عندهم ناس غاليين عليهم اتوفوا ولسه الزعل موجود جوانا. تمام. في ناس مروا بحالات مثلا بعلاقات عاطفيه، كل الكلام ده. ما هو انا ساعه ما هتنسى تبقى انت كده بتفقد الذاكره، فطبيعي ان احنا بنبقى فاكرين كل الكلام ده، ولكن المفروض الموضوع يقل اثر خلال 15 يوم. تبتدي كده تفوق، تستوعب، تدرك الواقع، تدرك ان في حدث معين حصل المفروض ان احنا ما نستمرش فيه. طيب وده بيبقى ردة فعل طبيعية، هو بيبقى تغير وبيبقى بيعمل كده ان انت مزاجك بيتقلب ساعة بقى ما تمر عليك ذكرى معينة، ساعة ما احنا مثلا بيبقى عندنا الذكرى الثانوية بتاعت شخص بنزعل عليه وهكذا، بس يبقى تغير مزاجي مؤقت والحالة دي ما بتدومش كتير. يبقى ده الحزن، انت بتزعل، الزعل مطولش معاك اكتر من 15 يوم، بيبقى ده ردة فعل طبيعية على حدث حصل معاك، وبيبقى يعني الموضوع بيقل مع الوقت. طيب الاكتئاب بقى، الاكتئاب ده بيبقى مرض عقلي، وبيبقى بسبب خلل في هرمون معين. تمام. بيطول معانا جدا، بيبقى مدته طويلة قوي، بيبقى الشخص نفسه عموما مش في حالته الطبيعية. تمام. بيبقى عنده نوبات غضب وعصبية زيادة ومحبط كتير، وممكن مش مهتم بأي شيء، وحتى الحاجات اللي بتبسطه ما بقتش بتبسطه. تمام. واضطرابات نوم، فقدان شهية أو زيادة في الشهية، ما عندوش إحساس بقيمته، مش حاسس إن هو يقدر يأثر في شيء، بيمشي في الحياة يعني ما بيحاولش حتى يطور من نفسه في أي حاجة، وما بيقدرش إن هو يواجه أي مشكلة. من هنا بالتالي لما الموضوع بيكبر معاه بيفكر إن هو يخلص من حياته. تمام.
فده كمان بيزيد معانا، الاكتئاب ده مرض بيزيد معانا مع الوقت لو احنا ما تابعناهوش او ما رحناش لمختص او الكلام ده كله. بيغير شكل حياة الانسان، يعني الواحد مش مهتم بحاجة، مش حاسس بقيمته، ده هيظهر على شكله، على عدم اهتمامه بنفسه، ملامح الوش، طريقة الكلام نفسها بتبقى صعبة، ومصطلحاته بتبقى قوية، ما بيبقاش حاسس بان الموضوع ممكن يعدي، لا ده هتلاقيه لكل يعني ده لكل حل بيطلع لك مشكلة اساسا. تمام. فده الفرق هنا، فرقنا في الاول ما بين الحزن والاكتئاب. طيب زي ما قلت لكم اقروا اعراض المرض من على النت، ومش عرضين 3 تقول انا عندي اكتئاب، ده انت لازم بتبقى معاك من 6 ل 9 من الاعراض دي، يعني لما توصل لغايه 6 9 كده فانت كده ايه، لا هنا يبقى في بوادر اكتئاب وعندك ميول. انما لو لقيت عندك مثلا 3 اعراض او 4 اعراض، انت كده انت سليم، بس انت داخل عندك استجابه للموضوع. حلو الكلام. انا مش عارفه اقرا الكومنتات بس تمام. تاني حاجه، في ناس حوالينا بنشوفهم في الكلام، انا اعرف ازاي ان هقول لكم الاول على الامراض اللي بتؤدي بسبب الانتحار. تمام. مرض الفصام، والفصام ده بيبقى الشخص اللي بيشوف على فكره ما بيبقاش قصده ان هو ينتحر، هو بس ممكن يكون بينجو من حاجه هو شايفها، لان هو بيشوف الحاجات زي الواقع بالظبط اللي احنا شايفينه. تمام. ممكن بقى يشوف حد بيجي وراه عايز يقتله، يقوم ناطط من مكان، وهكذا. الهلاوس السمعيه والبصريه هو بيشوفها بالفعل، فبالتالي هو بالنسبه له بينجو. تمام. فهنا موضوع ان هو يعتد منتحر شائك شويه. طيب في الوسواس القهري. الوسواس القهري ده للاسف من ضمن حاجات ان احنا ممكن نجيب المرض لينا، يعني احنا بنفضل نطول في الزعل فجأة نقول ان احنا عندنا اكتئاب، في حين ان احنا بنبقى زعلانين زعل زيادة شوية، فالاكتئاب بيجي هنا بالإيحاء بمعنى أصح. تمام. بس ده بالنسبة للوسواس القهري. عندنا الأمراض العضوية زي السرطان والضغط، وحتى في ناس كتير جدا في السرطان لما بيكون عندهم مرض السرطان لما بيظبطوا نفسيا وبياخدوا امل في الحياه، العلاجات بتجيب نتائج هايله معاهم، في ناس بتخف. تمام. الايدز طبعا عافانا الله وعافاكم منه، ولكن هنا بيبقى الشخص يأس من حياته، شايف ان معدي لكل اللي حواليه، عمل بلاوي كتير، لان بطبيعه المرض يا اما ممكن يكون اتنقل عن طريق الدم، فبرضه حاسس ان هو خلاص كده، فهنا ممكن ينتحر. والاكتئاب معانا، الاكتئاب ده هو اللي 3/4 الدنيا عندها اكتئاب، او بتقول ان هي عندها اكتئاب، بس في منهم بيبقوا والله سلاح، يعني هو بس زعلان طول في الزعل شويه، معرفش ازاي يواجه زعله، معرفش ازاي في اللحظه دي ان هو يتجاوز الازمه اللي هو مر بيها، لان ما ينفعش ان احنا نطول. واحيانا المصطلحات اللي احنا بنقولها لنفسنا ساعه الازمه هي على فكره اللي بتاثر علينا مش الازمه. يعني البنات اللي ممكن مثلا تكون بتحب واحد وفجأة ما حصلش نصيب بينهم، او ما حصلش حاجة ما بينهم او كده. تمام. فالبنات دي هي اصلا الترجمة بتاعتها تقولك انا ما اقدرش اعيش من غيره، فهي دخلت في دماغها ان هي مش قادرة تعيش من غيره. انا مش شايفة كويس، فهي دخلت في دماغها ان هي مش قادرة تعيش من غيره، فخلاص اول ما هو الباشا مشي يعيش حياته هي انتحرت. ده عشان هي دخلت في دماغها ان هي مش قادره تعيش من غيره، عشان هي وقفت حياتها على شخص معين، عشان حاجات كتير قوي. تمام. فاحنا نخلي بالنا من الكلام اللي بنقوله لنفسنا. طيب في حاجه ثانيه، الناس اللي بتقول لك انا محدش بيحبني، انا محدش حاسس بيا، انا محدش بيقدرني، يعني في حين الناس دي لو بصت حواليها على فكره هتلاقي ناس كتير قوي بتحبها، بس هي مش شايفه، مش قادره تدرك ده. انا مضغوط، انا حاسس اني مش عارفه ايه، ليه كل ده؟ احنا نخلي بالنا من الكلام والمصطلحات اللي بنقولها لنفسنا، لان على فكره احنا بنقتنع بيها وعقلنا الباطن بيصدقها وبيمشي فيها، بيمشي في التراك اللي انت حطيته. تمام. فانت تخلي بالك من الازمه اللي انت بتمر بيها، الكلام اللي انت بتقوله، حتى لو حد من عيلتك قريب منك اتوفى، هو ربنا اخذ هديته، لكن مش ان انت تقول انا مش هقدر اعيش من غيره. لا، احنا بنعيش وبنكمل وبنستمر، والحياه لسه كل واحد فينا اتخلق لرساله المفروض ان هو يعمل. تمام.
طيب نعرف منين بقى ان حوالينا ناس عندها ميول انتحارية او مكتئبة؟ هتلاقي الشخص ده عموما، انا طبعا عشان كاتبه حاجات عشان ما انساش حاجه، هتلاقي الشخص ده عموما في كلامه في احساس، بيسخف من كل حاجه، ما عندوش اهتمام باي شيء. عنده اي مشكله صغيره يقول لك انا يا ريتني كنت ميت، او انا لو مت ايه اللي هيحصل، او انا هموت ازاي، يا ترى هموت مقتول ولا يا ترى هموت عامل ازاي، بيقعد يتامل. طب انا لو فكرت انتحر هنتحر بأنهي طريقه تكون ما ترجعش بيها، يعني مش اخد باله ان هو رايح يموت اساسا فهو بيفكر هو اي طريقه ما يترجعش بيها. الناس بتقول لك انا عايش بس عشان خاطر يعني انا عايش بس عشان خاطر ولادي، او انا عايش بس عشان خاطر كذا، او انا عايش يعني. طب انت لا، انت ربنا ما خلقكش الموضوع ده بس، انت ربنا خلقك لحاجات تانية كتير المفروض تعملها، مش لحاجه واحده بس. لا ما ينفعش. عشان كده نخلي بالنا من كلام صحابنا معانا، نسمع لهم، لان من خلال الكلام والشكاوي والحاجات اللي بتتقال في ناس ما بتبقاش حاسه بتقدير من ناحيه الناس اللي حواليها، في ناس ما بتبقاش حاسه بالامان، في ناس ما بتبقاش حاسه بالدعم. نخلي بالنا من الكلام اللي بنقوله لعيالنا على فكره في سن المراهقه والشباب. ما تقولش لحد انت فاشل، ما تقولش لحد انت ما بتعملش حاجه، ما تقولش لحد انت فشلت في كذا وكذا وكذا فانت اللي فات ده لو ما عملتش فيه انا اللي جايه تعمل فيه ايه. لا هو على فكره اغلب العلماء واغلب الناس الادباء واغلب الناس اللي كانوا ناجحين كانوا فشلوا في الدراسه مثلا، يعني في منهم كتير كانوا فاشلين في الدراسه بس كانوا ناجحين في حاجات تانية. فما تحكمش على حد انه فاشل او ناجح من وجهة نظرك. والنجاح مش بالانجاز، مش في الحاجات اللي انت تحققها كتير، لا هو النجاح بمنتهى البساطة الشديدة انك تحس انك مبسوط وراضي عن الحال اللي انت فيه. اغلب اللي بيبقوا منتحرين ما بيبقوش راضيين عن حياتهم، ما بيبقوش راضيين عن الحال اللي هم فيه، ما بيبقوش راضيين عن حاجات كتيرة جدا. لا، السعادة في الرضا، فعلا هو الكلام ده صحيح. عشان كده في ناس كتير بتنجز بس ما بتبقاش مبسوطة. فبالتالي احنا ناخد بالنا من كلامنا مع اصحابنا، ناخد بالنا من كلام الناس اللي حوالينا معانا، يعني نقدر ونفهم، نسمعهم كويس. طيب زي احنا لاحظنا ان حد حوالينا عنده ميول انتحارية او حاول ينتحر ومحاولة فشلت، او بيفكر في الموت بصورة دايما وفاكر ان دي حاجة هتسعده او هتريحه. انا طبعا مش هخش قصه حلال وحرام، لان يعني الحلال باين والحرام باين، تمام. مش هخش في قصه ان انت ممكن تكون مش جاهز تقابل ربنا، مش هخش في قصه ان انت تتدخل في القدره الالهيه ان هو لوحده اللي خلقك يقدر ياخدك وقت ما هو يقرر، تمام كده. ولكن انا هقول ان احنا لما بنقابل الناس دي مش المفروض ان احنا نهاجمهم، ما نقولوش ده حرام. نظام التكفير اللي الناس بتتبعه ده لا، ما ينفعش التكفير، ما ينفعش الناظر اللي جواك هنا يطلع والاله اللي يعني ما تبقاش يعني ما يبقاش كل واحد كمان عامل مصيبه ويجي فجاه يفتكر ان هو شيخ في اللحظه دي، لا خالص، تمام. المفروض بمنتهى البساطه احنا ما بنتكلمش معاه، ما بنتناقش معاه دينيا، وبنبعد عن النقد، وما نصدرش احكام. انت هتبقى فاكر انت كده بتفشل اكتر، طب انت فشلت في اللي فات، طب انت كمان حياتك عايز تنهيها بطريقه يعني انت هتخش. بلاش يا جماعه الكلام ده، هو في اللحظه دي على فكره هيشوف ان الدنيا بايظه بره وجوه، هيكمل في التراك بتاعه عادي. يا اما في ناس ثانيه هتتحدى الموضوع وتقول لك طب انا بقى اصلي ركعتين هشوف الفكره هتروح من دماغي ولا لا طبعا، تمام. فاحنا بنبعد عن المناقشه الدينيه، ما بنوجهش اوامر وما بنصدرش احكام، وبنتجنب النقد، ما بننقدش. احنا بنمارس القبول ازاي؟ احنا المفروض ان احنا بنتقبل. طيب انت فهمني ايه مشكلتك، طب انت فكرت بدليل ايه اللي مخليك حاسس انك عايز تسيب الدنيا وتمشي. وهنا بقى بتيجي اللحظه اللي احنا المفروض نسمعه فيها، وهنا بيبقى عايزه افضفض. عارفين الست اللي لما بتبقى مجروحه وعايزه تتكلم وبس وتطلع انفعالها وغضبها وكل اللي جواها، وبعد ما تعيط وتخلص كل الاكشن ده يقول لك بس انا ندمت. هو ده المطلوب في اللحظه دي، تمام. ان احنا نسمعه ونفهم هو دماغه بيقول ايه، وبنسمع كويس المصطلحات والترجمات
اللي جواه تجاه الامور، حكم على الامور. لان ممكن يقول لك اصل انا هموت بسبب ان فلان اذاني او فلان مش عارفه ايه. اللي حوالينا مش دايما بيبقوا قاصدين يأذونا، تمام؟ هو بيبقى استخدم ترجمه غلط للموضوع. فاحنا هنا بنسمعه وبنسمعه من قلبنا مش عقلنا. المفروض ان قلبك وجدانك في لحظه الاحتواء هي اللي تشتغل، مش ان انت بقى تبقى شغال بعقلك، تمام؟ رابع حاجه الاحتواء. بنحتوي الموقف. يعني ايه؟ يعني لو لقيت صديق او صاحب او كده ما فيش مشكله ان انت تحتوي يعني صديق، صاحب، اهل، اخوات، قرايب، بتحتويه او هو جنبك تطبطب عليه وتاخد حضنك وتهدي الموقف، تهدي الشحنه جواه. لان هو هنا بيبقى حاسس بالوحده وعدم الامان. والوحده يا جماعه مش معناها ان احنا نبقى عايشين لوحدنا، لا، احنا ممكن نكون حوالينا ناس كتير قوي بس احنا حاسين ان احنا لوحدنا. احنا حاسين يعني زي الفرق ما بين الغربه والاختيار. تمام؟ الغربه ده واحد مسافر في غربه او عايش في مكان لوحده، طبيعي ان هو يبقى في غربه. ولكن الاختيار هو ان انت تبقى في مجموعه من الناس بس حاسس ان المكان مش مكانك، انت لا عارف تستمتع ولا عارف تسمعهم ولا حاسس بوجودهم حواليك ولا حاسس باي حاجه. هنا الشخص ده بيبقى حاسس بالوحده، فانت مش هطلب منك غير انك تحتوي، تقول له انا معاك، انا جنبك، وانت مش لوحدك. تمام؟ مريض الاكتئاب بيبقى عنده احساس بعدم التقدير. عدم التقدير ده بيجي من ايه بقى؟ الاهالي العظام اللي يعني من صغرهم، تمام كده. يا جماعه انا يعني اللي بيتصل انا عامله الموبايل فلايت، تمام؟ الاهالي اللي بيقعدوا يقولوا كلام محبط لاولادهم بلاش. وحتى الصحاب، يعني يا ريت ننقي الفاظنا واحنا بنهزر وبنتكلم، حتى لو على سبيل الهزار. انت ما تعرفش كلمه ممكن تقولها تاثر في اللي قدامك ازاي او تحسسه بايه. مش عشان هو المشكله دي عنده فعلا، لا، يعني احنا طول عمرنا بنعيش ندور على التقدير. احنا لو عملنا كوبايه شاي صغيره لاي حد في البيت بنبقى عايزين يقول لنا شكرا. ما تقولوش ما هو طبيعي، لا، هو الطبيعي ان انا اتشكر على الطبيعي، ان انا يتقال لي شكرا على الحاجه الطبيعيه. ما تقوليش ان ده الطبيعي وان ده المفروض وان ده لا 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 لا. هو الطبيعي ان انا اتشكر على الحاجه الطبيعيه. اغلب ستات مصر، تمام، واتمنى ان الرجاله كلهم يسمعوني في الموضوع ده، بيبقى عندهم اكتئاب صامت، تبقى تمام وباينه ان هي زي الفل، ولكن هي من جواها محبطه، بقت بتعمل حاجه بلا شغف. مش عايزه اقول له هي حسب القرف اساسا، تمام؟ بس هي بقت بتعمل حاجه بلا شغف. ليه؟ عشان الباشا بياكل وبيشرب وتمام وشايف ان هي ما بتعملش اي حاجه. انت بتعملي ايه يعني في البيت؟ انت بتعملي ايه يعني في البيت؟ انت ده اي ست بتعمل كده، اي ست مش عارفه ايه الانجاز يعني. ده انت قاعده في البيت وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي. طب ما انت يا بابا تخليها تكره حياتها، مش هتحس ان هي بتعمل في حين ان الطبيعي ان هي قاعده في البيت وقايمه بواجبها. على فكره وجودها في البيت ده شغل. انتوا الاثنين بتنزلوا الشارع بتلاقوا البيت مهلكل وكله فوضى ومفيش حاجه ملتزمه. وجودها في البيت ده شغل وتتشكر عليه، تمام؟ الاكله البسيطه، كوبايه الشاي، الحاجه البسيطه اللي هتتعمل تتشكر عليها. ابنك لما يسقط ولا يجيب درجات قليله ولا كده، انت تقدر تجيب احسن، انت ناجح وتقدر تجيب احسن، انا واثق فيك. ما تقولوش انت باشا، ما تقولوش انت ليه مش زي فلان ولا علان. ما تخلوش يطلع يبص على الناس او يطلع حاسس بعدم الثقه في نفسه عشان انت عمال تقارنه بغيره طول الوقت. كل الكلام ده مش مظبوط. التنشئه عليها عامل كبير، تمام؟ لان هو انت بتطلعه واحد فاقد الثقه في نفسه، مكتئب صغير كده عندنا، محبط او بيقارن نفسه بغيره. بيطلع بقى ابننا معقد، ياخد واحده يكرهها في عيشتها، يخلف عيال يكرههم في عيشتها، ويجيبوا اجيال بايظه ودايه وبتدور. لا. طيب نرجع لموضوعنا. فاحنا نخلي بالنا من كلامنا معاهم، لان ممكن كلمه فعلا تضايق ونقدر نحسسه بالحاجه اللي هو عاملها ان هي كويسه. طيب هو لما بيجي يتكلم معانا يبقى حاسس بعدم التقدير، سواء بقى من اهله، من حد من صحابه، حاسس ان هو مهمش، دخل في كذا مشروع وفشل، دخل في كذا حاجه وما نجحش،
دخل في كذا علاقة وحس ان هو فشل لان هو منجحش فيهم. احيانا ممكن يكون، مش هقول ان كل الاخطاء من الاخرين، ولكن مفيش علاقة مثلا بتخلص، مفيش حاجة بتخلص. لو كان الطرفين احيانا ممكن يكونوا كويسين جدا بس مش نافعين مع بعض، فلا هو بيبقى خاطر نفسه انه فاشل. فانت بتعمل ايه؟ بتشوف حاجات حلوة هو بيعملها وتقول له لا بس انت لما عملت كذا كذا انت كويس على فكرة. بس انت لما حاولت في الموضوع ده انت عندك الشجاعة انك تحاول. انا نفسي ما قدرتش ان انا اجازف في الحتة دي. انت متمكن في الحتة الفلانية، لو عملتها كذا كذا. بتبتدي تستلم الحاجة اللي هو شايفها عادية وطبيعية، وبلاش تأفور في التقييم، ولكن بتوضح له ان هي حاجة حلوة. تمام. كده بتستلم ممكن الصفات الشكلية او الشكل بتاعه، ان هو بيبقى عيني من الاحباط او الاكتئاب بدأ يهمل. فانت ممكن تقول له بس ابتسامتك حلوة، انت ملامحك جميلة، انت كذا. تبتدي تقول كلام ايجابي حلو تحتوي. طيب انا جنبك، انت بنعمل كذا مع بعض، وهكذا. وده مش صاحبك يقول لك انا مكتئب طب يلا بينا نرمي نفسنا من هنا. على فكره في ناس مريضه فعلا بتعجبها الفكره وبتروح ترمي نفسها بجد. في ناس بتبقى عايزه تاخد الترند وتحس بالتقدير من اللي حواليها ففعلا بتعمل المصير. احنا نخلي بالنا من كلامنا، ده المطلوب. طيب بعد كده هو بقى بيبقى المشكله اللي حصلت وخلته ان هو يشوف ان هو عايز يموت، او ان حياته تخلص، او ان هو ملوش لازمه او ملوش قيمه. تمام. ترجمتها في دماغه غلط. تمام. فبيحس ان هو ما بين المشكله اللي هو وقع فيها وما بين اختيار تاني اللي هو ان هو ينتحر ويخلص بقى من الحياه. تمام. خلينا متفقين طبعا ان الانتحار حل دائم لمشكله مؤقته، والحلول الدائمه للمشاكل المؤقته ده بيبقى غباء. يعني ده كان الدكتور بتاعي المبجل هو اللي كان قايل الموضوع ده. تمام. فاحنا بنقول له ايه؟ بنوجد له اختيار تاني. يا اما مثلا نقول له حل. تمام. يا اما يعني زي لو قال لك المكان ده انا ماليش لازمه فيه، تقول له المكان بيك انت اللي ليك لازمه. فانت بتاكد له دايما ان القيمه فيه هو مش في الحاجه دي، ان هو بيفكر صح بس غضبه هو اللي خلاه مشوش، وهكذا. فلما بتوجد له اختيار ثالث بيخليه يحس ان لا هو مش مزنوق في حتتين ما بين المشكله اللي اتحط فيها ما بين الاختيار. تمام. وهكذا بتديله الامان. في ناس بيبقى عندها اكتئاب من مشاكل للاسف الشديد ما ينفعش تقولها لحد، لا لاهلها ولا كده، بس هي ممكن تصل لحد معين تقولها له. فانت تحتوي ده يكون شخص امين على اطفاله، متاكد له ان مفيش حاجه هتطلع بره وتفضل معاه وتتابعه. تمام. انك توجد له البديل، ده حاجه بتساعده ان هو يخرج من الاكتئاب. واحنا كل ده بنعمل كده ليه؟ تمام. علشان نوصل بيه كده لمنطقه معينه ان هو بقى محتاج ان هو يروح متخصص يتكلم معاه، مش او متخصص بقى. ساعتها على فكره المتخصصين هم اللي بيقولوا اذا كان ده محتاج علاج نفسي دكتور نفسي ولا مجرد متخصص نفسي بس هيحل المشكله. تمام. فاحنا بمنتهى البساطه بنعمل كل ده علشان نحاول نهدي مع الموضوع، نمنعه من ان هو ياخد خطوه زي دي. حلو. وطالما هو لسه بيتكلم او الخاطره جاتله فاحنا لسه في البدايه. تمام. فنقدر نوصل بيه ان هو يروح متخصص والكلام ده. طيب بعد كده، بعد ما بنهدي الموقف ونحل، والناس اللي بتلاقي ناس منهارة على فكرة وعايزة تنتحر والكلام ده كله، انا بكتب حاجة في فرق ما بين الابتزاز العاطفي ان حد ممكن يستخدم حتة الانهيار يموت نفسه عشان يحقق هدف معين. فرق ما بين المكتئب اللي يقول لك انا هنتحر. تمام. المكتئب عادة بيبقى عنده خطط مثلا، بيبقى عنده فكرة ما بتجيلوش في لحظة الانهيار، او اللي هو ايه في لحظة الانهيار بالنسبة له برضه بتبقى ممنهجة، هو بيبقى فكر فكرة كتير فلما انهار قرر ينفذ. تمام. الشخص بنعرف ازاي بقى ان الشخص اللي قدامنا بيتزن عاطفيا، انتوا لو ما عملتوش كذا 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 انا هموت نفسي.
فطبعا هنا احنا مش هنعمل معاه، احنا هنديله الحق ان احنا هنعمله اللي هو عايزه، بس هنهديه ونعدي الموقف، نبتدي بقى نتناقش بهدوء ونفهم الترجمه دي ليه، وهو اصلا اللي يفكر في النقاش عشان عايز الحاجه دي والحاجه دي، نشوف اهميتها عنده ايه، وهنتناقش برضه بس باتجاه تاني. حلو حلو. إيه صاحبك المكتئب او اللي حابب ينتحر، لما تيجي تتكلم معاه او كده، او لما توصل للليفل ده في حاله ان هو ما فاجئناش يعني وعملها، او اخوك او كده، انت بعد ما تخلص النقاش معاه تاخد منه وعد ان هو ما يعملش الخطوه دي، تمام، وتفضل تتابعه. طيب بعد لفترات زمنيه يعني طويله ان هو ما ينتحرش، تمام. بعد كده بتبتدي تشتغل معاه بالتدريج ان هو يروح للمتخصص. طيب احنا هنا عندنا بقى بعد كده المراحل المرض. في مراحل بتبقى عاليه، العاليه دي اللي هو غالبا بيبقى انتحر فيها، ولو فشلت بتبقى نسبه ضئيله جدا. وفي المراحل البدائيه اللي انا بقول لكم عليها دي، يعني اللي هو ايه، بيبقى في الكلام في الهزار في الطريقه بيبان ان الشخص ده مكتئب، فازاي نتعامل معاه. بلاش يا جماعه الموضوع يعدي بهزار، بلاش الموضوع يعدي باستخفاف، بلاش ما كلنا عايزين نموت، لا، احنا محدش فينا جاهز ان هو للخطوه دي اصلا، لا فكرنا فيها بجد، تمام. ومحدش له القدره ان هو يتدخل في القدره الالهيه، تمام. فبلاش الهزار، لان الهزار ده بيخلي اللي قدامك بقى يتشجع وياخد الخطوه والكلام ده كله، فاهميني؟ فعندنا بقى احنا هنا في المرحله دي، طيب ان الشخص ده بدا يفكر في خطط انتحاريه، يقول لك انا هقطع شراييني، او انا هو انا لو مت بسم احلى ولا لو اتقتلت، هو اني ما بيوجعش. لا، دخلنا بقى من المرحله دي. وبعد كده المرحله الثالثه في محاولات مزيفه، تقطيع الشرايين مثلا لما تكشف، في محاولات ما بتنفعش، في محاولات كل يعني طالما هو اصلا حاول، انا مش عايزه اقول يتحجز، بس ده لازم يتوجه لدكتور نفسي، ودكتور نفسي، والدكتور النفسي ساعتها هيحدد، لان كمان الروجيتا اللي الدكتور النفسي بيكتبها بيبقى فيها ادويه بتعالج الهرمون اللي بيبقى اللي بيسبب الاكتئاب، تمام. طيب احنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع الشخص اللي بيبقى في دماغه اكتئاب. ما ننفضش، نبعد عن المناقشه الدينيه، ما نصدرش اوامر او احكام، نحتوي الموقف، نحسسه بالتقدير، نحسسه قد ايه هو مهم، ونبتدي نعمل هايلايت على الحاجات الحلوه اللي فيه والكلام ده كله، نوجد له الامل، تمام. نحط له امل، نبتدي نتناقش معاه شويه عشان على الاقل احنا بنفسنا نكتشف الشخص ده عنده مين في ايه او ليه فكر في كده، ونبتدي نقلل بقى من الترجمه الداخليه اللي بيستخدمها، من الالفاظ الصعبه اللي ممكن يكون الشخص ده بيستخدمها، كأنك بتستخدم الفاظ حديه قوي صعبه قوي. فلا، احنا نبتدي نخفف من الموضوع ده شويه عشان نوصل بيه ان هو يروح لدكتور امل، تمام. عمل محاولات، ده هنا حتما لازم يروح برضه، هنحاول نقنعه. اخيرا بقى ازاي يعني نحمي نفسنا ان احنا ما يبقاش عندنا اكتئاب. ابعدوا عن الناس السلبية، الناس اللي بتشوف الحياة سودة، اللي بتقعد تشتكي كتير، الشكاية البكاية، الناس اللي مش بتشجعك او تيجي تتكلم في حاجة عاملة لك عملية احباط، الناس اللي بتشوف الجزء المظلم من الاشياء، اللي بتنقد كتير عمال على بطال، غير النقد كتير عمال على بطال غير النقد، تمام. ابعدوا عن الناس. تاني حاجة، هاتوا ورقة وقلم، اكتبوا قائمة كده فيها كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، سواء بتحبوا تتفرجوا على فيلم، بتحبوا تشوفوا حاجة، الممارسات حتى التافهة يا جماعة، يعني ماتشات الكورة اللي الرجالة بتشوفها،
التمشيه، اي حاجه انتوا بتحبوها اعملوا كده قائمه محترمه وشوفوا ايه اللي انتوا بطلتوا تعملوه. كتير بنتخانق عشان بنلاقي ان في حاجات بطلنا نعملها. تمام. احترموا المساحات الشخصيه ما بينكم من بعض، ده كلامي للمتجوزين او الناس اللي في علاقات ارتباط او كده، وده مش معناه برضه ان احنا نشهد عن بعض. بمعنى ايه؟ هي بتحب حاجة معينة أو بتحب تعمل نشاط معين، حضرتك ما تمنعهاش منه طالما هو لا يخالف لا دين ولا شرع ولا قانون ولا يتعارض مع رجولتك. تمام. زي لو بتشوف مثلا أصدقاء من وقت لآخر، لو بتحب تقعد لوحدها أو أي حاجة، أو مثلا في بنات بتحب مثلا تقعد مع عيلتها أو كده، فالمهم أنت ما تمنعهاش من ده، ساعتها في الجد، لأن دي الحاجة اللي هتديها الطاقة اللي تقدر تكمل، دي الحاجة اللي بتبسطها، دي الحاجة اللي بتقيمتها اللي بتخليها أفضل. فأنت ما تمنعهاش من ده. وأنت برضه لقيتيه قاعد عايز يتفرج على الماتش، عايز يفصل شويه، عايز كده، على فكره هو لا بيكون ولا اي حاجه، هو قاعد بيفكر في اللاشيء، في صندوق فاضي، بس بيفصل ان الحياه الروتينيه والعمل والشغل بتخلي الواحد عنده اكتئاب، او مش عنده اكتئاب، يبقى عرضه لحاجات زي كده مع الروتين والوقت والفترات الطويله. وفي ناس طبيعه شغلها على فكره تضايق. تمام. فما نبعدش، ما نبقاش لا ضاغطين على بعض لازقين كده على بعض، ولا كمان نبقى بعاد عن بعض. خير الامور في الوسط، ان احنا نستوعب بعض، نفهم من بعض، ممكن نشارك بعض فيها، نسمع بعض كويس. لما تيجي زوجتك او اللي انت متزوجها تقول لك ممنوع تسمعها، تمام، وانت برضه لما تلاقيه مش في المود او كده، هو حابب تتكلم، هو على فكره الرجاله بتبقى محدده، يا حابب يا مش حابب، مش حابب يتكلم خلاص، ممكن لو سبتيه ممكن تلاقيه بعد كده رجع. تمام. وهكذا. بنعمل القائمة دي لنا لكل شخص عشان نشوف ايه الحاجات اللي بنحب نعملها ونمارسها على طول، ما نقطعش عنها، ونشوف احنا بنحب ايه وبعدنا عن ايه، وهكذا. يا ريت نخلي بالنا من الناس اللي حوالينا، نقدر ناخد بالنا من الحاجات البسيطة اللي هم ايه بيعملوها، نشكرهم عليهم ونقدرهم. احنا كلنا مسؤولية بعض يا جماعة. يعني انا مثلا مسؤولة عن عيلتي، الناس اللي حواليا، اصدقائي، الناس دي لو سمعت كلامهم اي حاجة يعني واجب عليا ان انا اخد بالي منها واتابعها. وبرضه كل واحد عنده ناس في اسرته، المفروض ان احنا نسمع بعض، ونسمع بعض بقلب مش في العقل. لقينا حد عنده الاستعداد المقدم على الموضوع ده نلحقه، بلاش السلبية، بلاش الهجوم، خلي بالكم من كلامكم. الفظاظة كترت، والكلام السخيف كتر، والإحباطات كترت، والأهالي اللي مش حاسة بالمسؤولية كترت، والكلام اللي ملوش لازمة كتر، واللوم الزايد كتر. احنا بني آدمين عايشين علشان نغلط ونتعلم، احنا مش نازلين بكتالوج كله صح تمام المفروض ننفذه. احنا لو ملايكة، يعني احنا لو ملايكة ما كناش هنبقى بقى البشر، احنا ننفع نعيش في الجنة. احنا لا في الجنة ولا في المدينة الفاضلة، وكلنا بنغلط، وكلنا بنتعلم من غلطاتنا، ايا كان الغلط كبير او قليل. انت لا واصي على حد، ولا انت ملاك، ولا انت مضيف مفيهوش اخطاء ولا مساوئ ولا عيوب. فبالتالي ما تتنظرش على حد، يعني مش عايزه اقول عشان ربنا سترك فانت تعمل كده، لا، ما تتنظرش على حد. تمام. بلاش الاحكام والكلام اللي ملوش لازمه. الابهات اللي مثلا يقولوا لاولادهم كلام سلبي او عايزين يحطوهم في مكان معين، لا، هو انت مش جاي تحقق احلامك في ابنك، تحقق احلامك فيك، ما عرفتش تحققها بنفسك خلاص، لان احنا فوق فرديه، كل واحد له ميول وله اتجاهات. انا والدتي غير والدتي غير الناس اللي حواليا، وانتوا برضه غير الناس اللي حواليا. المفروض ان احنا نستوعب بعض ونفهم ميول بعض ونكتشف بعض. انا اعرف ناس ما اكتشفتش ميولها غير بعد 40 سنه، ما اكتشفتش هي عايزه ايه، ما لقيتش طريقها غير بعد 40 سنه. ما نقدرش نقول لها انتوا اللي فات ده كنت بتعملوا، لا، كان بيجرب وبيفشل وبيحاول وبيعمل هنا وبيعمل هنا وبيعمل هنا. فلا، الهزار بين الصحاب، نخلي بالنا الشتيمه. على فكره يعني مش مجد الناس بتشتم بعض بالهزار، مش كده، فنخلي بالنا من الكلام اللي بنقوله لبعض.
حتى الهزار اللي هو فيه تنمر بلاش منه، لانه بيحسس على حته الشخص اللي قدامك، فانت ما ينفعش ان انت تيجي تهزر مع اللي قدامك تطلعه على المسرح. دي كلها حاجات عمال تهدم الثقه تهدم الثقه تهدم الثقه. طب ليه بتهدم الثقه؟ فزي ما قلت لكم احنا مسؤولية بعض، ونخلي بالنا من بعض. واتمنى يكون اللايف عجبكم. انا مش بعمل لايفات كتير، انا حسيت ان الموضوع زاد، فحسيت ان انا ممكن الاقي ناس بعد الشر عليهم قريبه مني، ممكن اصحى في يوم مش الاقيهم عملوا الخطوه دي. ف ده حقيقي لو حد حاسس باي ازمه انا ما عنديش مشكله ان هو يتواصل معايا، ولكن ارحم بكتير ان هو ياخد خطوه زي دي. وقولوا للي حواليكم انكم بتحبوهم، طبطبوا على عيالهم، خدوا بالكم منهم، افهموا مشاكلهم، اسمعوهم، ما تخليهمش يروحوا بره، ما تخليهمش يبقوا فريسه لاي حد بره. خدوا بالكم من ولادكم. مش معنى ان الناس بتهزر وبتضحك تمام ان هي في احسن حال، لا، كتير مننا بتشيل جوا بس ما بيحبش كده. وبنلاقي ان اكتر الناس الناجحه تمام، بنلاقي ان اكتر الناس الناجحه هم الناس اللي وقعت، اكتر الناس المؤثره هي الناس اللي وقعت. النجاح عمره والله ما كان بتنجان ولا بكمل الشهادات ولا النجاح انك تكون راضي وسعيد عن نفسك. هو ده سعيد عن نفسك ازاي؟ لما تلاقي نفسك بتتقي ربنا في كل خطوه بتعملها قدر المستطاع. لان انا قلت احنا مش بجناحات، انا مش قاعده واخد اكيد في وقت في خطا اخطات ونميمه نميتها اي حاجه، لان احنا بشر تمام. بس احنا المفروض ان احنا طول ما احنا ماشيين بنتطور، ما نمسكش بقى الغلطات اللي نقف عليها. ولما يجي يعني خدوا بالكم اكتر ناس تنصح ممكن تكون اكتر ناس يعني شافت التجارب او شافت الحاجات دي، فمتبقاش عايزه غير هيقع فيها. فانت لو عارف حاجه عن حد برضه ما تقولوش طب ما انت وما انت، يعني خلي في ذوق تمام. ف خدوا بالكم من بعض، قولوا لولادكم ان انتوا بتحبوهم، ما تضغطوش عليهم، تساعدوهم. احنا بقينا في زمن ما يعلم به ربنا حقيقي. الدنيا بقت وحشه، كتير هتسمع كلام عن نفسك انت ما تكونش عملته او كده. حاول ما تصدقوش او ما تقدرش، يعني سيب اللي يتكلم واللي يقول. ما تاخدوش المواقع او الدنيا من الظاهر، خلي يبقى في شويه عمق وبص للجهه الداخليه شويه، وهكذا. اسمعوا شكاوي بعض وخدوا بالكم. اتمنى يكون ده عجبكم، واشوفكم على خير، ويا رب الفتره الجايه الحوادث دي تقل والدنيا تهدى شويه.